ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقة جديدة. نقول بسم الله ما شاء الله ونبدأ شقتنا النهاردة. حط لنا لايك لقمر النهاردة، ولأول مرة يشوفنا في القناة يا ريت تشتركي معانا، تستفيدوا جدا من الافكار اللي بنقدمها والديكورات. لو عروسة بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك، كل فيديو بنخرج منه بفكرة جديدة. نبدأ الشقة كده بدعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، اللهم بارك، ربنا يهنيهم ويسعدهم. بصوا بقى جمال الشقة دي في بساطتها والتفاصيل الحلوة جدا بتاع التشطيب والديكور للشركة الهندسية ديزاين. هسيب لكم لينك الفيسبوك بتاعهم وأرقام التواصل. بصوا بقى هنا الجمال والألوان. إيه عاوز أقول حاجة مهمة جدا ودايما بذكرها في كل فيديو، بس بذكرها دلوقتي إن أنا منزلة فيديو شورتس عن مطبخ أو أفكار للمطابخ الصغيرة، وكاتبة عنوان الفيديو مطبخ أصغر مطبخ. في أفكار جوه الفيديو للمطابخ الصغيرة. طبعا بصوا هنا الأول السفرة، بصوا جمال السفرة تحفة تحفة. بصوا السجاد والتنسيق، بصوا كمان البيبان والتغليف بتاعها رائع. شايفين بقى الجمال، تشطيب حتى البيبان. هنا ده الحمام. بقول في كل فيديو ان انا لما بعرض شقة مش لازم يكون عندي نفس الامكانيات، نفس المساحة، نفس الامكانيات المادية، ولكن انا كل فيديو بخرج منه بفكرة، بلون سيراميك، بلون دهانات، بلون حوائط، بأرضيات، بتشطيب حمام، بفكرة ألوان، تنجيد، فكرة موبيليا، عفش ايه ليه على ايه. مش لازم يكون عندي نفس الإمكانيات، بس أكيد باخد فكرة حتى لو صغيرة. فكرة في التجديد، فكرة للون كوشنز، لتفاصيل كنبة أندريه، لتجديد كنبة. أنا مش الشقق اللي بنعرضها يا جماعة مش تعقيد لحد، بالعكس كلنا لازم نعترف ان مستوياتنا مختلفة ووضعنا مختلف، طبيعي هيبقى في اختلاف بيننا في ذوقنا، بس بنستمتع بحاجة حلوة بنقدمها. يا رب تكون الفكرة واصلة لكم. اللي متابعيني من زمان عارفين اسلوبه في عرضنا. بصوا البارتيشنات، البارتيشن، الفواصل اللي بين الأوض معمول خشب تحفة بشكل شيك قوي، سيمبل في نفس الوقت، وعطيلي شكل راقي جدا. هنا بقى الطرقة، الكوريدور اللي بيودي لأوض النوم. هنا هندخل في الأوضة الرئيسية. بصوا بقى هنا، لا دي مش الأوضة الرئيسية. بصوا اتفرجوا هنا معايا كده الأول، في مراية في الوش هنا كده. دي أوضة، دي أوضة شبابي أو أوضة أطفال، أيا كان بقى. بصوا الستاير سيمبل هنا. بصوا كمان الدولاب واخد نفس درجات السرير أهو. كل فيديو أو كل شركة بتصمم ليها عقلية، ليها أسلوبها الخاص اللي بيميزها. هنا مكتب أهو، دي أوضة شبابي أكتر أو أوضة ولاد، تفاصيلها. يا رب تكون الفكرة واصلة حضراتكم وبتستفيدوا من الأفكار اللي بنقدمها. وبعدين كمان متابعين القناة متفاوتين كلنا في المستوى الاجتماعي ومستوى الفكر ومستوى التشطيب، فطبيعي هعرض كل الأذواق. أنا بعرض شقق 20 متر و30 متر، وشقق إسكان اجتماعي، وشقق أوروبي، وشقق عربي، وشقق مصري، وشقق تركي. فطبيعي كل واحد بيختار اللي يناسبه. أتمنى إن حضراتكم تكونوا الفكرة واصلة لكم بده، واشوف رايكم كمان في التعليقات. هل نقتصر على نوعيه معينه من الشقق، ولا نفتح لاكتر من شكل في التشطيب والديكورات؟ هنا الليفينج سيمبل قوي بمكتبه جبسون بورد بسيطه، وده جمالها كمان. انا يعني بحب في الجبسون بورد، لو هعمل جبسون بورد يبقى سيمبل زي الطريقه اللي موجوده هنا في الفيديو. ودايما كمان بنشكر ديزاين على تشطيباتها وشققها دايما راقيه والناعمه. بصوا دي اوضه تانية، اوضه اطفال او اوضه شبابي، تشطيبها كمان مختلف. بصوا الجمال هنا. في مراية طبعًا. دايمًا وجود المرايات بتوسّع المكان لو المكان عندِك ضيّق، وبتدّي شكل حلو ومش مكلفة كحاجة ديكورية هتحطيها في على أي حيطة عندِك أو أي مكان في الأوضة. تمام، دي الأوضة التانية. لسه بقى الأوضة الماستر والمطبخ، بقية الشقة. ده التشطيب بتاعه يا بنات. بُصّوا الفواصل دي حلوة أوي. هنا ده المطبخ أهو، المطبخ مفتوح على الreception. السفرة، وهنا المطبخ، بس مش بشكل مفتوح أوي، يعني هو مش مفتوح أوي على الreception.
تحس ان في فاصل. مساحة المطبخ حلوة كمان، بسم الله ما شاء الله. وشوفوا بقى، ادخلوا معايا شوفوا تشطيب المطبخ نفسه، التقفيل بتاعه والدهانات الحوائط والجبسن بورد والإضاءة. بصوا هنا جمال المطبخ، فكرته مختلفة. هنا البلتين في الأول، وفوق الشفاط مركزي. بصوا كمان هنا الفريزر والتلاجة. هنا بصوا الغسالة في الجنب ده وغسالة الأطباق، والإضاءة اللي تحت بتبقى حلوة في المطبخ، والسيراميك هنا مختلف بتاع المطبخ كمان. السفر تحفة مختلفة تماما السفرة. كمان البار أو البوفيه، بصوا فكرته في الوش والمرايات اللي فوقه. ده حمام تاني. خدنا حمام في الأول في الريسبشن، يعتبر حمام ضيوف، وده حمام اهو. بصوا تشطيب الحوض تحته، والجزء الرخامي اللي ورا الحوض تحفة، ألوانه حلوة قوي. معلش لو الفيديو بطيء، أنا بطأته عشان كمان تقدروا تشوفوا كل التفاصيل اللي في الشقة. هنا السباكة كمان دفنة اهو. طبعا يعني الشقة لسه لها لمسات أخيرة كده في الفرش، احنا بتتعرض وهي لسه الشركة بتسلمها. دي بقى الأوضة الرئيسية، الأوضة الماستر. بصوا الجمال في البساطة، الإضاءة، الجبسن بورد، الفواصل. بصوا السرير ظهره داخل فيه كمان هنا ستانلس لون الجولد. السرير مختلف تماما، وتصميم الأوضة مختلف. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون نال إعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكرة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة. أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. استنى لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الأجمل. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة ممتعة بإذن الله.